مساء الخير لكل مستمعي الأولى دائما راديو الرابعة في الإمارات من لبنان. لكم كل التحيات تحديدا من كواليس مهرجانات بيت الدين في لبنان، هذا المهرجان العريق الذي يقام في كل سنة ويحيو طبعا نجوم العالم العربي والعالم. اليوم معنا الفنان اللي حقيقة تقديمه صعب جدا، يعني ما بعرف شو بدي أقول. كاظم بكفي، فخامة الاسم تكفي مثل ما بيقولوا، لأنه تخطى كل الألقاب، تخطى كل يعني الاوصاف، تخطى كل المقدمات. فاي مقدمه في وجوده تبدو ضئيله وخجوله، كرمال هيك ما رح نطول بالمقدمات. انا في لكم على الصعيد الشخصي وبعدني قلت له هلا هيدا الشيء، هيدا حلم طفوله عم يتحقق هلا اليوم. اهلا وسهلا فيك ابو وسام القيصر. بكل بساطه القيصر كاظم الساهر، منور هوا راديو الرابعه ومنور لبنان كمان. الله يسلمكم واهلا وسهلا بكم. هلا فيك. اللي بدنا نقوله انه تقريبا لقائك السنوي مع جمهور بيت الدين يتجدد تقريبا في كل عام. وانا بعرف انه هذا المسرح له معزه خاصه بقلبك كثير. ما الذي يعنيه لك بعد ان تغني على مسرح بيت الدين حتى اليوم؟ يعني انا حكيتها بكل لقاءاتي انه انا كنت من الفنانين المحظوظين انه ان اكون على هذا المسرح كل سنه. صار لنا سنوات طويله لحد الان، كل سنه تقريبا نعمل ليلتين، وهذا شيء بالنسبة لي أعتز به جدا، لأن هي من أجمل ليالي عمري أعتبرها أنا بصراحة. وأنا كل ما أسأل مدير أعمالي أستاذ الرام أقول له مصورة، يقول لا شوية أحزن بعض الشيء، لأن حقيقة أحب هاي الحفلات تتأرشف. وبعدين الحمد لله أنه تصور من قبل المهرجان تنظيم رائع طبعا هنا على المسرح، تنظيم راقي جدا. ما أذكر طلعت على المسرح وأنا مثلا سترس كثير او شيء، لا يعني هنا دائما يخلوك مرتاح لحد ما تخرج على المسرح وانت مبسوط، ترتاح مع هذا الجمهور المتواجد في الجمهور يستقبلك بطريقه اخرى. يعني حقيقه ليالي عرس انا اسميها. يعني هذا المسرح تعود عليك وتعودت عليه. وفعلا اطلالاتك على هذا المسرح دائما مميزه. صحيح. انت الذي غنيت على اهم مسارح العالم، مش بس العالم. صحيح. العربي. بدي احكي شوي عن البومك الاخير، البوم كتاب الحب. يعني هذا الالبوم اللي انا بعتقد انه مش مجرد البوم، هو تجربه شعريه وموسيقيه حقيقيه، يعني تجربه خوض في الموسيقى والشعر. يعني روائع. يعني أنا كنت زمان كنت عامل ألبوم حبيبتي والمطر من زمان. صحيح. كانت كله قصائد، يمكن أغنيتين فيه بسيطة. وهذه السنة اللي مضت قلت خليني أعمل تجربة أخرى بس مختلفة، يعني مختلفة جدا بطريقة الألحان وحتى التوزيع. وكنت كثير فرحان إنه من أول خطوة نخطيها داخل الاستوديو أنا وأعمل الموسيقى وأجهزها وأعطيها الموزع المبدع ميشيل الفاضل. فأعتقد كانت تجربة حلوة وراقية، وبنفس الوقت الجمهور كان سعيد جدا بها. ما رح أخذ وقتها كثير بقى، بس بدي أحكي فعلا عن تجربة ميشيل فاضل معك. يعني يبدو أنه في لقاء قمم موسيقية حقيقة. هو مبدع وفي التلحين أنت مبدع. شهدنا اختلاف شديد، يعني عامل جو كرنفال لو لم تكوني مثلا بمقطع من المقاطع، عامل أجواء مختلفة جدا بالتوزيع. هو في الأغاني اللي يوزعها كلها باستثناء لو لم تكوني او شؤون صغيره، هاي توزيع هشام الياز. اوف، هذا هو مش ميشيل فاضل. ميشيل عيد العشاق. اي طبعا. بس ايضا حط لمسات على كل البوم هو ميشيل، يعني كل البوم جدا توزيع لو لم تكوني. يعني انا تكوني هشام من زمان تعامل معاه، هل عندك الشيك، احبيني بلا عقد. يعني موزع متميز جدا. نعم. كلمه اخيره منك لكل جماهيرك بالإمارات، جماهير الإمارات العربية المتحدة وجماهير الأولى راديو الرابعة، شو بتحب تقول لهم؟ وهل توعدنا بفيديو كليب جديد مثلا بعد عيد العشاق؟ يعني إن شاء الله إذا قدرت. ودائما أقول لأني أحبكم أغني ولأننا نحبك ننتظرك دائما. شكرا القيصر كاظم الساهر، نورتنا. شكرا. اسمعنا وبس.